معانا صديقي في القناه، ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك ليا في القناه يا صديقي. ويلا بينا نبدا الحكايه بتاعتنا. حكايتنا بقى اول فيلمنا بيبدا مع راهبه واللي راجعه بالحمار بعد ما خدت الحمار في جوله سياحيه وسط الغابه. والراهبه دي بقى كانت بتتكلم مع مديره الراهبات يعني، وبتقول لها ان هي عايزه تتجوز وان هي زهقت من كونها راهبه وان هي نفسها يبقى ام وكده، فبترفض. وبنعرف ان البنت دي اسمها لويزا وهي اللي بتصرف على الدير لانها بتعمل شويه منسوجات وكده، والدير بيروح يبيعها وبيصرفوا عليهم. بعد كده بقى كل الراهبات بيتكلموا عنها وان هي راحت قالت للمديره ان هي عايزه تتجوز. وطبعا بيجي بقى المديره وبتقول لها اللي هو في المستقبل يعني باذن الله والدها بيجي يزورها زياره، فبتقول لوالدها هي كمان او هو كمان ان هي نفسها تتجوز وان هي نفسها تخرج من هنا. لكن والدها طبعا لما بيسمع سير الجواز ومصاريفه وكده فبيقول لها انا دخلتك تبقي راهبه علشان ما اصرفش عليكي اصلا لان احنا مش اغنياء. المهم بقى صاحبتنا بتزعل على الاخر لان حياتها في الدير كانت حياه الرهبان، كل اللي عليها ان هي بتاكل اكل زهيد جدا بسيط جدا 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 وكانه تطعيم، وماشيه بقى مش شايفه في وشها والزعل باين عليها. عايزه تتجوز يا جدعان. لقيت بقى راجل جنايني كده بيبص لهم، فراحت هناك ومسكوه هي والبنات او الراهبات اللي معاهم ومسكوه رنوه حته علقه ان هو بص عليهم. المهم بقى الراجل اتكلم بقى مع اللي هو الاخ توماس او الراهب توماس اللي هو بيشرف عليهم وقال لهم سكه السلامه انتوا، انا مش شغال معاكم يا شويه ناس مجانين. وبنيجي بقى لصاحبنا رودolf اللي كان شغال عند الملك ساقي الملك، وكان بيسأل الملك بالنهار لكن بالليل طبعا كان بيعمل ايه بالليل؟ تعالوا نشيل مع بعضينا نشوف. صاحبنا بالليل كان بيسأل الملك يعني بيسأل الملك في النهار وبالليل بيسأل الملك على طول، وبنعرف ان هو في علاقه غير شرعيه مع مرات الملك. لكن الملك كده مره واحده بيدخل الاوضه وبيلاقيه فبيهرب بسرعه صاحبنا، والتانيه بتقول له طب خليه يكمل الاول بعد كده خليه يجري وراه، ده انت الملك مالكش لازمه. صاحبنا بقى راح ينام بسرعه لكن الملك شاف ضربات قلبه سريعه، فالملك قص حته من شعره على اساس ان هو يعلمه الصبح، يعني مش عارف هيستنى عليه للصبح، واخدين بالكم يعني مش يشده من قفاه دلوقتي. المهم بقى صاحبنا طلع ذكي فقام فقص شعر كل الناس اللي قاعدين. الملك جه يدور عليه الصبح لكن لقى كل القصات متشابهه لان صاحبنا قص شعره زي الكل. طب ما انت كنت مسكته يا ملك ولا انت ملك اوراني؟ ما ليه حق تخونك بصراحه. المهم بقى الملك بيتكلم معاها وهي بتتكلم معاه بكل برود وجحود، لكن برضه بالنهار بتبقى هي شرقانه على طول يعني، فبتمسك الولد علشان تديله واحده كيس اور لبس يعني. فالملك بيبص من بعيد فبيلاقيه فبيقول له هو انت اللي كنت بتسقيني الميه بتسقيها دلوقتي اللبن ده؟ ما علينا. المهم بقى صاحبنا بيهرب على طول والحراس بيجروا وراه في الغابه، وهو بيمشي هناك فبيلاقي ان الراهب توماس المنسوجات اللي هم جايبها عشان يبيعها غرقوا في النهر، فبيساعده وبيطلع العربيه وبيطلع المنسوجات. بعد كده الراهب بيساله هو منين فبيحكي له حكايته، لكن طبعا بيخبي عليه اي حاجه. فبيقول له ايه رايك يا حبيبي ان انت تيجي تعيش معانا لان عندنا جناين بستاني مشي، فانت شيل الشغل مكانه، لكن عشان تشتغل في الدير لازم تعمل نفسك اخرس ما بتتكلمش ولا بتسمع. فوافق صاحبنا على طول بقى، ما هو ما عندوش مكان يروح هناك، فراح بقى للراهبه اللي هي المديره وقال لها على كل حاجه وان ده شاب ما بيسمعش ولا بيتكلم يعني. فوافقت على طول ان هي تشغله عندها وبتقول يا عيني يا ابني ده واضح ان هو حالته صعبه يعني، وبيروح هناك يشتغل هناك. واول ما بيروح هناك على طول في راهبه من الراهبات على طول بتشوفه وبتقول له هو انت مين، لكنه مش بيرد عليها لانه ايه اخرس، ما بيقولهاش حاجه خالص يعني. المهم بقى صاحبنا بقى هو ماشي فبتلاقي البنت اللي نفسها تتجوز دي فبيجي عينها عليه، هي وصاحبتها على طول بييجوا بقى يمسكوا التوريه واللي هم هيذبحوه هيضحوا بيه يعني. فالمديره بتقول لها لا 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 والله ده ما حرام، ده شاب جبناه هنا يشتغل. فقالت له والله شاب؟ قالت له لا بيسمع ولا بيتكلم ولا اي حاجه فمش هيكلمكم، عايزين يقتلوه. بعد كده بقى المديره اتكلمت معاها وقالت لها انا عارف انك هيجانه وعايزه تتجوزي لكن مش دلوقتي. المهم يا صديقي بقى انت لو وصلت معايا للنقطه ديت ما تنساش انك تعمل اشتراك في القناه، يعني بتبقى لحد دلوقتي معايا وما تعملش اشتراك. المهم بتخش له الراهبه التانيه علشان تعتذر له وبتتكلم معاه باحترام كده وبتعتذر له ورغم ان هي عارفه ان هو مش بيسمع. بعد كده بقى بتبدا تحكي له مشاكلها. صاحبنا في الاول كان خايف منها لكن بدات تتكلم وتحكي مشاكلها ان هي نفسها تتجوز وان هي وهي مش عارفه ان هو ده كله بيسمع. بعد كده بيتكلم مع الراهب توماس والراهب توماس بيعتذر له لكنه بيقول له ان هو ولا اعتذار ولا حاجه وان هو حابب الحياه هنا وان هو هيكمل هنا معاهم. في واحده من الراهبات بتمسك كتاب سحر، ده احنا كده دخلنا في الشعوذه. بعد كده بقى بيقرروا ان هم يجيبوا بنت من الراهبات اللي هناك وبيجيبوها وبيقفشوا لها رمان البلي اللي عندها. بعد كده هناك وهم قاعدين بقى بيبداوا ان هم يغروها، هم مش هيعملوا فيها حاجه وحشه، هم بس كانوا شرقانين شويه، وبدا كلهم ان هم واحد ورا التاني يخش عليها ويعملوا معاها شاي بلبن مع انه كله لبن بلبن يعني. المهم بقى الراهبه التانيه بتيجي تساعده في الشغل البستانه يعني، وهي قاعده معاه بتساعده مره واحده بنلاقيها ان هي بتقول له جو حر قوي وبتشيل الطرحه. بعد كده بقى بتنظر له نظرات البنت دي اللي عايزه تتجوز، واخدين بالكم، وبيعملوا واحد بقى شاي بلبن وبيديها اللبن اللي هي عايزاه ما شاء الله عليها يعني. بعد لما بتقعد فوق كده بتقول ايه ده
بقول لك ايه، اوعى تقول لحد على اللي حصل بينا وكده. لكنها بتمشي وهي مبسوطه وبتقول له احلى لبن والله العظيم. المهم بتروح لباقي الراهبات اللي هم كانوا قاعدين هناك واللي كانوا عاملين يتكلموا على اللي حصل بينهم امبارح، وبتقول لهم هو انتوا عملتوا لي ايه كده امبارح؟ فكانت مبسوطه يعني. وبتجي لهم الاخ الثانيه اللي هي برضه مبسوطه لسه يعني، هم كلهم اتبسطوا مع بعضيهم، دول بنات مع بعض وديت خدت بقى من الواد الثاني انبساط يعني. وبنلاقي بقى البنتين التانيين اللي هم راهبتين برضه بيعملوا حركات سحريه كده. بعد كده بقى بيعملوا طقوس سحريه وبيروحوا لمين؟ لصاحبنا رودolf، وبيقولوا له تعالى، وبيمسكوا السكينه وبيحطوها على رقبته وبيقولوا له ما تعملش اي صوت ولا اي حاجه. وبيعملوا معاه واحد شاي بلبن، لكن اثناء الشاي بلبن بيسيبوه كده مره واحده وبيسيبوه وبيمشي ولا عايزين اي حاجه خالص. وبعد كده بيطلعوا فبيقابلوا الراهبه اللي هي عملت معاهم شاي بلبن، فقالوا لها احنا كنا بناخد لبن تاني يعني. المهم بقى صاحبنا راح يتكلم مع الراهب توماس واللي بيساله برضه عن احواله ووضعه هناك، فبيعجبوا بيقول له انه كله تمام. ما كله تمام، ما في واحده راحت تركب القطر 7 الا تلت اهي دلوقتي، والراهبه راحت تركب القطر 7 الا تلت اللي هي نفسها تتجوز. فبتدخل مديره المدرسه جنبيها ومش واخده بالها ان هي راكبه القطر يعني. فالمهم بقى بتقول له اهرب بسرعه، وبيروح يهرب وهي تروح تقعد جنبه، والمديره تحس ان هي اللي عاميه وما بتسمعش يعني، مش فاهم ازاي. بعد كده الراهبه اللي هو اتقفش لها الرمان البلي بتاعتها بتروح تطلب الجواز لانها عايزه تبقى عفيفه، فالراهبه المديره بتزعق لها على طول. المهم بقى دي صاحبتنا بتبقى زعلانه لانها اتقطعت اثناء العلاقه يعني. بعد كده بقى البنت التانيه بتروح تعمل سحر زي البنتين التانيين، وبتقرر ان هي تروح لمين؟ رودolf. وتروح لرودolf عشان تركب القطر هي كمان. لكن رودolf بيبص لها كده وهو خايف ومش مستوعب، فبيقول لها معلش هو انت بس بتعملي ايه؟ انا بس عايز افهم انت عايزه ايه بالظبط. فقالت له والله انا زمايلي ركبوا القطر 7 الا تلت فانا قلت اركب القطر الساعه 8 بقى. المهم بقى بتمشي على طول، فبيجي بقى البنتين اللي هم التانيين اللي هم الراهبتين اللي هم بيستخدموا السحر وبيكتفوه، وبتقول له طب انت هتكتفيه تعملي ايه بالنظره بتاعتك وعضله الشفايف دي؟ ما اعرفش. المهم بقى بتاخده كده وبيعملوا عليه طقوس سحريه وبيقرروا ان هم هيقتلوه ويضحوا بيه. فبقى الراهبه التانيه اللي هي بتركب القطر على طول ديت شافت المنظر من هناك وقالت كله بقى القطر بتاعي، وراحت هناك علشان تنقذه من ايديهم اثناء لما كانوا لسه هيذبحوه ويضحوا بيه. واثناء لما صاحبنا كان بيعيط خلاص لانه خلاص كان هيموت خلاص، ما تسترجل يلا. بتيجي بقى الراهبه اللي بتركب القطر على طول وبتعمل ايه؟ وبتنقذه منهم، وبيروحوا كلهم بقى يجروا مره واحده يصحوا الراهب اللي هو القس الكبير يعني واللي هي المديره، وبيحكوا لها كل حاجه والحقيقه بتتكشف، وبقى بيجيبهم واحد ورا واحده علشان يقتلوا الاعترافات بتاعتهم. كل واحدة ورا التانية بتيجي بقى تقول الاعتراف، ودي بتعترف ان هي ركبت القطر 4 مرات بس، لكن المرة الخامسة اتقطعت فيها للأمانة يعني. المهم بقى بيحكم عليهم كلهم، لكن بيطلع مرة واحدة فبيلاقي ان قصة توماس هو كمان في علاقة غرامية مع مديرة المدرسة، فبيرسله كده بيقول له هي ناقصة نجاسة بقى. المهم بقى صاحبنا التاني على طول او الراهبات كلهم الاول كانوا متجمعين وقالوا ان كده الولد رودolf ده راح في 60 داهية بسببنا، وان احنا لازم ننقذه، اللي هو اصلا كان الملك قفشه مرة تانية. وبيقول له بقى انت ركبت مراتي، انا بقى اركبك خازوق زي سليمان الحلبي، انا هخلي كل اللي في القصر يديك الخازوق. فبتيجي بقى الراهبات التانيين وبيقرروا ان هم ينقذوه، وبالفعل بيقتحموا القصر كراهبات وبينقذوه. اجرتها علشان تراقب جوزها وتغويه علشان تتاكد ان هو خاين، لكن اللي بيحصل ان هي بتعجب بيها وبتدخل في علاقه معاها. مش بس كده كمان، دي بتدخل في علاقه برضو مع جوزها. مش بس كده كمان، بتدخل في علاقه مع ابنها وبتدخل مع العيله كلها. فتعالوا بينا مع بعضينا نشوف ايه حكايه البنت دي وايه اللي هيحصل. لكن طبعا قبل ما نبدا فيلمنا اوعى تنسى انك تعمل لايك للفيديو واشتراك ليا، ويلا بينا نبدا الفيلم بتاعنا. يلا بينا صديقي. فيلمنا بيبدا مع بنت جميله جدا واللي اسمها كلوي، واللي كانت واثقه جدا في نفسها وواثقه في جسمها ونفسها، لانها كانت شغاله كده شغل لا مؤاخذه ايه شمال يعني شمال. وبنعرف ان هي كل يوم مع راجل شكل ده ملناش دعوه بيه. بنروح بقى للدكتوره ايمي اللي بنعرف ان هي شغاله دكتوره نساء وتوليد، وكانت في العياده دكتوره شاطره جدا جدا. وجوزها اللي هو ايه تومي اللي كان شغال محاضر بيدي محاضرات وندوات، وكان مشهور جدا جدا بين الطلبه بتوعه لدرجه ان هم بيحبوه حب شديد جدا يعني اكتر من حب مدرس يعني. المهم بقى صاحبتنا بتبقى عامله حفله لجوزها اللي هو المفروض كان بيدي محاضره في مدينه تانية، وعازمه كل زمايلهم الدكاتره وزمايله هو، لكنه بيفاجئها بمكالمه تليفون ان هو ملحقش الطياره لانه عنده شغل. واضح كده الشغل وراه، واخدين بالكم؟ جميل الشغل. طبعا صاحبتنا بقى بتضطر تطلع للضيوف وبتتأسف لهم وبتلغي الحفله وبتروح تشيل الميك اب بتاعها، لكنها بتبقى زعلانه جدا جدا. والباشا بيجي الصبح ولا كأن اي حاجة حصلت، وبيقعد كده يفرش سنانه وكل حاجة وهي بتتفرج عليه اللي هو ايه ده؟ طب تعالى لي بقى، انت كنت فين امبارح والحفلة وي وي وي. لكنه بيعتذر لها وبيقول لها ان هو عنده شغل. بعد كده بتطلع بره فبتلاقي ابنها جايب لما مؤاخذة حد كده والاتنين ماشيين بالاندر وير بره.
فبتقول لهم ليه بره، خليكوا جوه ونعمة التربية بتربيه، ولا ونعمة التربية فعلا. المهم بقى بتمسك تليفون جوزها بالصدفة، فبتلاقيه متصور مع بنت امبارح وبتقول له من ماريا يا حلاوتك. فبتاخد جوزها بقى وبيروحوا هناك عشان يتعشوا في فندق، وهناك بتقابل البنت اللي اسمها كلوي في الحمام، والاتنين بيتعرفوا على بعضيهم. وبعد لما بتطلع على طول بتبص عليها، فبتلاقيها قاعدة مع راجل غريب، وهي عارفة الرجالة اللي بتروح معاهم. والبنت كلوي بتبص لها وعرفت ان هي خدت بالها منها، وعرفنا ان كلوي شغالة شغل شمال لمؤاخذة يعني. المهم صاحبتنا بعد لما بتروح على مع جوزها تاني يوم على طول بتروح لكلوي، وكلوي بتجيلها من نفسها في البار، وبتقولها على بلاطة كده انا شاكة ان جوزي بيخوني وعايزك تقربي منه وتغريه علشان اتاكد اذا كان خاين ولا هو كان وافي ليا بجد، وطبعا مقابل فلوس هديها لك. وبالفعل اديتها مكانه وبتقولها ان هو كل يوم بيشرب شاي في المكان ده. كلوي بقى راحت قعدت قدامه على طول وقعدت تبصله نظرات، وعلشان توقع اي راجل بصله كده واضحك له زي كلوي، قمر بنت اللذينه. المهم يعني بنت الشمال ديت قعدت معاها على طول وقالت لها على كل حاجه، قالت لها ان انا قعدت معاه وحاولت ان انا اغريه واتكلم معاه لكنه ما ادانيش اي اهتمام خالص، يا دوبك اتعرف عليا بس وسالني عن اسمك وكده. فقالت لها بس كده؟ قالت لها اه ما تلاقيش جوزك راجل وفي. فقالت لها والله انت كده عملت اللي عليكي خلاص، وبتطلع لها الفلوس وبتحاسبها. بتروح لجوزها بقى علشان وتدخل له هناك، فبيعتذر لها وبيقول لها انا اسف جدا ان انا مشغول عنك الفتره اللي فاتت، وبيتكلم معاها وهي بتبقى معجبه جدا وبتضحك جدا ولا كانه حصل اي حاجه. بعد كده بيراضيها والاتنين بيرجعوا حبايب زي الفل. لحد بقى بعدها بيومين على طول كلوي بتبعت لها وبتقول لها قابليني بسرعه في الحانه مره تانية. فبتروح تقابلها وبتقول لها ان هي راحت تاني يوم بالصدفه المكان صدفه، وطبعا عرض عليها جوزها ان هو ياخدها في مشوار معاه، والاتنين طبعا عشان هي شمال راحت معاه، وراحوا معاه المكان كده وعملوا ادها واحد بمعنى الكلمه يعني. المهم جت تمشي فوقعت في الارض على طول، فالدكتوره طبعا اخدتها وبدات تغير لها على الجرح، لكن نظرات كلوي ليها كانت مقلقه جدا يعني مالك في ايه، وقالت لها على اللي حصل بالظبط. بتحكي لها كلوي كل حاجه بنت اللذينه بالظبط او مش بالظبط يعني، بتقول لها وانا طبعا على الشمال عشان شمال يعني فانا استسلمت له على الاخر يا بنت اللذيذه. المهم بقى صاحبتنا راحت تستحمى وكانت تعبانه جدا من الموضوع ده، ازاي جوزها اللي بيحبها يخونها بالطريقه دي. تاني يوم على طول كلوي راحت لها العياده هناك اللي هي شغاله فيها دكتوره، وهناك اتعرفت على ابنها وقالت اهو اي حاجه من ريحه الحبايب وبتتعرف عليه. بتجيلها بقى على طول الدكتوره وبتتكلم معاها وبتقول لها انت ايه اللي جابك هنا؟ قالت لها انا جاي اسلم عليكي بس مش اكتر، مش احنا اصحاب ولا ايه؟ فسابتها ومشيت. بعد كده بعتت لها رساله وقالت لها قابليني ضروري بسرعه بسرعه في الفندق، وادتها عنوان الفندق. فصاحبتنا كانت قاعده مع زمايلها فاعتذرت لهم وراحت لمين؟ لكلوي، وقالت لها هناك اول لما دخلت اقعدي على الكرسي ما تقعديش على السرير، لان حست ان هي مش مظبوطه معاها يعني. المهم بقى البنت قعدت معاها وبدات تكلمها باسلوب اغراء جدا جدا يعني بتغري بنت زيها. فقالت لها بقول لك ايه، غيري هدومك وتعالي ننزل نتكلم تحت. نزلت تتكلم تحت فقعدت تحكي لها عن جوزها حاجات كتير لحد ما خلت الدكتوره تعيط على الاخر. فقالت لها هاتي راسك ابوسها، راحت بايسه كل حاجه الا راسها. افهموا انتوا بقى. المهم بقى صاحبتنا جريت بسرعه وراحت حضرت حفله لابنها مع جوزها، وهناك جوزها بيتكلم معاها وبيقول لها ان هو مشغول وان هو هيسيبها دلوقتي وهيمشي. فقالت له مشغول فعلا. فقالت له ماشي. راحت رايحه بسرعه جري جدا على المكان اللي فيه كلوي، ودخلت لها هناك في الفندق وقعدت على السرير، وقالت لها بقول لك ايه شوفي شغلك بقى على طول. وبالفعل كلوي على طول بتشوف شغلها على اتم وجه، وبعد ما بيخلصوا كلوي بتتعب في الشغل بنت اللذينه. وطبعا لازم نقول ايه صباحيه مباركه للعرسان الاتنين. بتروح البيت بقى هناك وجوزها مستنيها على احر من الجمر لانها اخرت جدا واول مره تعملها، فاتخانقت معاها فاتخانقت معاها وقالت له والله روح شوف تصرفاتك بعد كده تعالى اتكلم على تصرفاتي، وكانت زعلانه جدا بالنتيجه اللي وصلت لها. المهم تاني يوم كلوي بتبعت لها صوره وهي لا مؤاخذه معاها كده الاتنين مع بعض، وجات لها هناك وبتقول لها ايه رايك في الهديه بتاعتي؟ فبتشتمها الدكتوره وبتزعق معاها وبتقول لها مش عايز اعرفك مره تانية يا شمال، بمعنى الكلمة كده على طول. فراحت زعلت كده وضايقت، راحت بقى لمين؟ للاستبن ابنها، وقالت له بقول لك ايه رايك نتقابل انا وانت ونخرج ونهزر مع بعضينا، مش احنا اتفقنا ان احنا هنبقى اصحاب؟ والتاني زي اللهبل ما يعرفش اي حاجه ان هي هدفها امه مش هدفها هو اصلا خالص يعني، وبيوافق وكده حطت الاستبن معاه. بتروح بقى صاحبتنا البيت وهي بتفكر هتعمل ايه في المصيبه اللي هي حطت نفسها فيها دي. فراحت هناك فطلعت على مين تكلم ابنه، وبتقول له ابعد عن كلوي نهائي، وبتقول له دي واحده شمال وكده. وبتلاقي رساله موجوده مع مين؟ على تليفون ابنها على طول انها كانت بتبعت له. فاخدت التليفون على طول ورنت على كلوي وقالت لها بقول لك ايه تعالي قابليني في اللي هو ايه في المحل ده.
وعزمت جوزها على نفس المحل، وخلت الاتنين يقربوا من بعضهم علشان طبعا تكتشف اذا كان جوزها ليه علاقة بيها ولا لا. لكن الغريب ان جوزها مش بيتعرف على كلوي اصلا، وبتستنتج من كده ان البنت كانت بتكذب عليها في كل اللي حصل. فحكت لجوزها بقى على كل حاجة عملتها، فجوزها طبعا اتضايق منها وجري وقال لها انت ازاي تعملي حاجة زي كده، طب انت ليه معرفتنيش؟ فقالت له بقى ان هي كانت زعلانة ومتضايقة وحاسة ان هي بتتخان. والمهم الاتنين في الاخر اتصالحوا ورجعوا لبعضيهم الحمد لله. وطبعا مين اللي كان واقف وبيراقبهم؟ كلوبي، اللي اول لما شافت الكلام ده كله اتضايقت على الاخر، وراحت لمين؟ راحت بقى على طول لايه؟ لابنها، وقالت له بقولك ايه، يلا بينا دلوقتي مع بعضينا. ودخلت الاوضه بتاعت مين؟ بتاعت امه، وقالت له انا مش هعملها غير في الاوضه بتاعت امك، بمعنى الكلمه كده. وقعدت تعلي صوتها في الشقه عشان الكل يسمع. وبالفعل عملت التارجت بتاعها، وكلو بتسمعها فوق وبتدخل عليهم. فالواد اول لما بيشوفها بيقول لها ايه ده؟ امي؟ قفشتيني؟ ازاي دخلت هنا يا ابني؟ دي اوضتها. وبتقول لها هو انت بتعملي ايه مع ابني يا بنت اللذينه؟ مش انا قلت لك ابعد عنه؟ فقالت له بقول لك ايه، انا بحبك انت ومش ابنك، وانت اللي بعدت عني وهكرتيني. والاتنين بيحصل خناقه بينهم هما الاتنين بالايد على طول. وكلوي بتقول لها انا مش هسيبك، انا بحبك انت والنبي. فكلوي اتهورت وكانت هتقتلها لكنها خفت عليها. بعد كده بصتها بوسة الوداع وقالت انا اضحي بنفسي، وراحت رمت نفسها من الشباك على طول. ما في داهية يا ماما يعني، كلبة وراحت. المهم بقى بتيجي الشرطة على طول بتحقق في الموضوع وبتعرف كل حاجة عن البنت دي، وبكده بينتهي معانا ملخص الفيلم ده. لو عجبك يا صديقي اوعى تنسى انك تعمل لايك للفيديو واشتراك ليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.